لو سمحتي لو اتشخصت فايبروميالجيا لازم تروح لدكتور روماتيزم. ده تقريبا خامس فيديو بعمله عن الموضوع ده، لان بقينا كتير قوي تشخص حالات فايبروميالجيا وتجيلنا نغير التشخيص. النهارده هكلمكم على التشخيص الخاطئ للفايبروميالجيا. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. عندنا جملة كده عنوان في تشخيص الفايبروميالجيا، وهي بعد استبعاد الأسباب الأخرى للآلام التي يشتكي منها المريض. وده للأسف ما بيتعملش بكفاءة إلا عند دكتور روماتيزم، فبعد إذنكم لازم تروحوا لدكتور روماتيزم. الحاجة التانية، لو أنت متشخص روماتويد سلبي بالذات، لأن بدأت تكتر قوي الحكاية دي، وخدت أدوية واتحسنت، بعد إذنك خد تقرير من الدكتور المعالج بتاعك بأن أنت كان عندك روماتويد سلبي وخدت الأدوية واتحسنت، لأنك ممكن تروح لتخصص تاني أو لدكتور روماتيزم آخر يكشف عليك يقول لك أنت ما عندكش حاجة، ويوقف لك الأدوية ويقول لك عندك فايبروميالجيا. ودي بتتكرر كتير قوي، ويلف المريض ويبطل علاج الروماتويد ويرجع لنا تاني بعد شوية متشخص خطأ فايبروميالجيا ومبطل علاج الروماتويد ومرض نشط. ثالثا، ان الفايبروميالجيا كتير من الدكاتره بيقولها على هيئه ان ده مرض نفسي، انت تعبان، انت نفسيا مضغوط، انت عندك مشاكل نفسيه وعامل لك اعراض جسميه. الحقيقه مش كده خالص، الفايبروميالجيا ده مرض عضوي، وبالتالي بيبقى مهم جدا نفحص المريض كل مره بمريض عنده فايبروميالجيا بيجي لنا بنعيد التشخيص تاني. وكتير من المرضى بعد عدد من الزيارات بنحدد تشخيص مختلف خالص عن الفايبروميالجيا. عشان كده لازم تروح لدكتور روماتيزم لو اتشخصت فايبروميالجيا. انا بعيد الجمله دي اكتر من 4 مرات في الفيديو ده علشان اؤكد على هذه الجمله. 4، ان الفايبروميالجيا ما هيش مرض واحد دلوقتي، احنا بنقسمها تقسيمه جوه الفايبروميالجيا. المشكله الاساسيه وجع، ولا المشكله الاساسيه مشاكل النوم، ولا المشكله الاساسيه تركيز، والجزء النفسي من الموضوع هل هو قلق، ولا هل هو توتر، ولا هل هو اكتئاب. وبالتالي بتختلف الادويه بناء على ده، ما بقتش زي زمان ان هو كله دواء واحد. واخيرا، مهم تعرفوا ان قواعد تشخيص الفايبروميالجيا على راسها كده بنسميها overarching principles، او المبادئ العامة اللي بيمشي عليها اي دكتور، هو ان دكتور الروماتيزم هو اللي يشخص ويعالج الفايبروميالجيا. ودمتم سالمين.